لو انا بعاني ان انا عندي رهاب اجتماعي طول الوقت، عندي مخاوف مسيطره عليا، مش بعرف اتعامل مع ناس جديده او مش بعرف اتعامل مع ناس في الاساس، طول الوقت بتروح مني فرص بسبب المخاوف اللي عندي دي، اعمل ايه؟ اول خطوه تعملها اكتب مخاوفك. شوف المواقف اللي مسببه عندك المشكله دي وابدا اكتبها. ما ينفعش ان انا اقول عندي رهاب اجتماعي وبس، حدد، خليك محدد. يعني ممكن اقول ان انا مش بعرف اتعامل مع ناس جديده، مش بعرف اتكلم في وسط مجموعه من الناس، مش بعرف ارفع سماعه التليفون واكلم شخص جديد. شوف المواقف اللي مسببه عندك ده. رقم 2، ابدا شوف الافكار السلبيه اللي هي سببت عندك المخاوف. يعني انا لما بخاف من حاجه لازم ارجع للفكره اللي عندي دلوقتي. الافكار دي ممكن تكون عندك من ناس حواليك، يكون مواقف حصلت معاك موجوده عندك في اللاواعي، ممكن تكون معتقدات واخدها خاطئه وبدات تتكون عندك وتخلي عندك ضعف بالثقه بالنفس. رقم 3، ابدا بدل الافكار السلبيه اللي عندك دي والمعتقدات دي بافكار ايجابيه داعمه ليك. ركز على نقاط قوتك وابدا ان انت تستعين بيها وعززها، ولو عندك نقاط ضعف ده فرصه ان انت تشتغل عليها وتحولها لنقاط قوه. وده يخلينا نقول رقم 4، ان انا اتعلم المهارات الاجتماعيه، مهارات التواصل الفعال، مهارات ان انا اعرف اتعامل في النقد والرفض، مهارات التواصل البصري. الناس اللي بتتكلم بلباقه دي اتعلمت، دي مهاره وتعلموها. فانا بالنسبه لي دي نقطه ضعف، هبدا ان انا اتعلمها واعززها واخليها نقطه قوه عندي. بعد كده ابدا ركز ان انت تقلل التوتر والقلق اللي عندك بتمارين التنفس العميق. قبل ما تنام كل يوم خد تمارين التنفس العميق دي، بالنسبه لك دي اساس قبل النوم على طول، هتدي عندك هدوء لعقلك وجسمك. قبل ما تتعرض للموقف ابدا خد نفس عميق 5-6 مرات، هيفرق معاك جدا. بعد كده اخر حاجه، ابدا ركز على اهدافك. حط بالنسبه لك مخاوفك دي وخليها هدف ليك. انا عندي مخاوف من 1 2 3. كل المخاوف اللي عندك دي ابدا بالمخاوف البسيطه او القليله عندك. ممكن اكون خايفه اتكلم مع ناس كبيره جدا او مجموعه كبيره، او ممكن اكون خايفه اتكلم مع اشخاص جديده، ممكن اكون خايف ارفع سماعه التليفون واتكلم مع شخص. ابدا شوف مخاوفك وامسك اصغر خوف عندك، وهو ان انا مثلا اتكلم في التليفون مع شخص جديد. ابدا حط بالنسبه لك ده هدف، وهبدا ان انا اشتغل عليه واخد الخطوه حالا، وامسك سماعه التليفون واتكلم مع اي شخص انا عايزه اتكلم معاه. جه في ذهني دلوقتي ممكن اسلم عليه، اقول اي حاجه، وبعد كده اقفل التليفون. شوف انت عملت ايه، انت خدت خطوه جريئه، وده بالنسبه لك انجاز، وكافئ نفسك عليه. يا جماعه خدوا ان الخوف ده في خوف طبيعي وفي خوف مرضي او منطقي وغير منطقي. المنطقي اللي جاي يحميني من حاجه، الغير منطقي وهو الرهاب الاجتماعي جاي يحميني من ايه؟ من حكم الناس، من كلام الناس، فده خوف غير منطقي. اعرف ان المخاوف دي لازم انت اللي تكون متحكم فيها، لازم انت اللي تدير افكارك وتدير مشاعرك. اعرف ان الفشل بدايه نجاح ليك. اتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا جدا لكم.